هذه الأشهر الحرم أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنها 3 سرد وواحد فرد. سرد أي متتابعة، وواحد منفرد، وتسمى الأشهر الحرم. وهذه الأشهر الحرم تبدأ من هذا الشهر وهو ذو القعدة، ثم ذو الحجة، ثم محرم، ثم رجب. ورجب منفصل عن هذه الأشهر، أما ذو القعدة وذو الحجة ومحرم متصلة. وسميت الأشهر الحرم لأن الله تبارك وتعالى قال: فلا تظلموا فيهن أنفسكم، أي أشد من غيرها، وإن كان الظلم محرما طوال السنة، ولكن في هذه الأشهر يكون الظلم أشد. لذلك علينا أن نتقي الله تبارك وتعالى، وأن نحرص على أن لا نعصي الله تبارك وتعالى، وعلى أن لا نؤذي الناس، خاصة في هذه الأشهر أكثر من غيرها من الأشهر. وإن كان الظلم محرما في هذه الأشهر وفي غيرها، ولكنه في هذه الأشهر أشد. فعلينا أن ننتبه إلى أنفسنا، وأن ننبه أهلينا وأحبابنا وأقاربنا إلى مثل هذا الأمر. والله أعلى وأعلم.